بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اهلا اهلا يا حيلته اهلا. هنتكلم النهاردة عن 3 نقط كده على السريع. أول حاجة موضوع النادي الأهلي وقصة الاعتذار اللي قدمه نادي الجيش الملكي المغربي، وهنتكلم عن موضوع إمام عاشور. طبعا هو بما انه رجع يلعب فالكلام بقى بدأ يكتر على امام عاشور الفترة اللي فاتت. وهنتكلم برضو عن مهاجم النادي الاهلي ابراهيم ديابيتيه اللي تقريبا خلاص بيخلص في النادي الاهلي، وانا قايل لك الكلام ده تقريبا من اكتر من شهر ونص. قايل لك ان الاهلي يعتبر شبه مخلص في ابراهيم ديابيتيه مهاجم جايس السويدي. مبدئيا كده ابراهيم ديابيتيه ده لاعب ممتاز. اوعى القطر، اوعى القطر يا عم الحاج. يعني لو جيت انت بصيت على الارقام بتاعته، هو لعب 33 مباراة، احرز 20 هدف وعمل 5 اسيست، يعني 25 مساهمة تهديفية في 33 مباراة. ده رقم ممتاز طبعا بالنسبة لراس حربة. ابراهيم ديابيتيه عنده 26 سنة، طوله 185 سنتي، عامل 1,500,000 يورو على ترانسفير ماركت، اللي هو القيمة السوقية بتاعته عاملة 1,500,000 على ترانسفير ماركت. لو بصيت لنقط القوة والضعف بتاعت ابراهيم ديابيتيه هتلاقي ان هو في التمركز قوي، في الانهاء قوي، في الضغط العالي قوي. نقطة ضعف السيطرة على الكورة، يعني فكرة الاستحواذ والمهارات بصفة عامة هو مش مهاري، هو لاعب فينيشر. ده فكرة ابراهيم ديابيتي. حتى لو بصيت على الخريطة الحرارية بتاعته هتلاقي تمركزاته كلها الصندوق، قدام الصندوق. حتى رجوعه حتى بيرجع كمان يعمل اسيست في الدفاع، يعني بيحاول يدافع برضه. فهو لاعب انا شايفه لاعب متكامل. هي نقطة الضعف بس الوحيدة موضوع المهارات دي، وهو انت راس حربة. لو انت بتتكلم عن واحد فينيشر، لا، راس حربة بتاع صندوق مش مطلوب منه فكرة المهارات قد كده يعني. وهو لاعب قوي، وانا اعتقد ان هو يعمل فارق في النادي الاهلي. النقطة التانية امام عاشور. بص، بما ان امام عاشور رجع يلعب تاني، ربنا يعني شفاه الحمد لله، وربنا يتم على الجميع الشفاء والعافية. بما انه رجع يلعب تاني فبدأ الناس اللي على السوشيال ميديا الكلام يكتر، وكمان بما ان خلاص في توقف دولي كمان، فهتلاقي الكلام بدأ يتنطور وبدأ يكتر في الاعلام وفي السوشيال ميديا على فكرة امام عاشور. طبعا هي الفكرة هنا ان امام عاشور هو اللي فاتح الباب ده، بسبب ان امام عاشور متعاقد مع ادم وطني اللي هو الاهلي عامل عليه اكس، ما بيتعاملش معاه. فانت بتتكلم هنا ان اللي فاتح الباب للحوارات والكلام وقلنا وقالوا او عاوز الكلام ده، هتلاقي ان هو امام عاشور. يعني لان انت متعاقد مع ادم وطني اللي هو في مشاكل بينه وبين النادي الاهلي. طيب، النقطة المهمة اللي لازم يعني تبقى انت فاهمها، المشكلة سببها ايه، والكلام الكتير ده سببه ايه. سببه ان امام عاشور باصص مثلا لزيزو. ايا كان الكلام ده صح او غلط، بيتقال ان الكلام ده صح او الكلام ده غلط، فهو المبدأ ان انت ماشي في سكة ادم وطني، فده معناه ان انت بتلوي دراع النادي الاهلي. تمام. طب انت باصص لزيزو، زيزو جاي فري، انت مدفوع فيك 3.5 مليون دولار. مفيش مشكلة، انت هات للاهلي 3.5 مليون دولار اللي انت دفعوا فيك، والاهلي يعدل لك عقدك تمام ويزودك. بسيطة خالص، يعني الموضوع سهل. مش محتاجه حاجه يعني. الكلام اللي متنطور عشان تبقى انت فاهم وفي الصورة، ان امام عاشور ادم وطن عمال يلف على الدنيا كلها ويقول لك ده انا جايب لامام عاشور عرض من امريكا ب10 مليون دولار لنادي الاهلي، 10 مليون دولار، والامام 4 5 كلام زي كده، ارقام خزعبلية بيتكلم فيها. ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ طب انت يا عم ماشي، هات العرض اللي هو ب 10 مليون دولار، وانا باكد لك ان النادي الاهلي هيبيعه في يناير اللي جاي ده. تمام. فانت يا عم امام انت اللي فاتح القصه وفاتح الكلام اللي قلنا وقالوا والكلام والافلام اللي حاصله دي بسبب ادم وطني اللي انت متعاقد معاه ومش راضي تنهي التعاقد معاه. طب انا هقول لك بقى على نقطه مهمه جدا تبقى انت واخد بالك منها وعارف. النظام الاهلي مختلف عن الزمالك وعن اي حد تاني، مع احترامنا وتقديرنا لقيمة الزمالك، بس الاهلي مختلف. ليه؟ الاهلي ما بيتلوش دراعه بسبب جمهوره.
اوضح لك النقطه دي. الاهلي ما بتلوش دراعه، لان جمهور الاهلي ما بيقدمش حد ولا بيفضل حد عن النادي. يعني انت لو جيت اتعوجت على النادي وعملت حوارات او كلام زي كده، الجمهور بيقول لك مع السلامه والقلب داعيلك. يعني انت ما تلزمناش من الاخر. لو انت يا عم امام اتنططت على النادي الاهلي، الجمهور مش هتفرق معاه، مش هتلاقي حد من الجمهور واقف معاك اصلا. هو ده جمهور الاهلي. جمهور الاهلي ما بيشجعش لاعب، جمهور الاهلي بيشجع النادي فقط لا غير، بيشجع الكيان بتاع النادي الاهلي فقط لا غير، ما بيشجعش لاعب. يا اخي انا قلت لك قبل كده وبقول لك دلوقتي، لو ابو تريكة نفسه اللي هو عند جمهور الاهلي احسن واحد في التاريخ لاعب في النادي الاهلي، دي معروفه مش محتاجه كلام، لو ابو تريكة نفسه اتعوج على النادي الاهلي كان الجمهور سقطه من حساباته. هي كده، هو ده جمهور النادي الاهلي، ما بيفضلش حد وما بيقدمش حد وما بيشجعش حد غير النادي فقط لا غير. فده الفرق بين الاهلي وبين اي نادي تاني ايا كان انت بتفكر ازاي. فعشان تبقى انت عارف ان انت بالنسبه لجمهور الاهلي، لو انت فاكر ان الاداره خايفه تقول لك مع السلامه يا امام او كلام زي كده او يركنوك او الكلام من ده، لا، الاهلي ما بيخافش من الكلام ده، لان الجمهور اساسا هيسند الاهلي في النقطه دي. لان الجمهور نفسه مش هيسندك انت، الجمهور مش هيضغط على النادي عشان خاطر امام عاشور خالص، ولا علشان اي لاعب. الجمهور الاهلي ما بيضغطش على النادي عشان يجدد للاعب او عشان يجيب لاعب او عشان الكلام، ما فيش الكلام ده خالص في الاهلي، مش موجود. هو الجمهور بيشجع النادي فقط لا غير. فالنقطه دي لازم امام يكون عارفها وحاططها قدام عينه، عشان لو هو ناوي يكمل في النادي الاهلي. بص سعادتك، انا هجيب الموضوع من الاخر مع حضرتك. هجيب لك الزتونه. الزتونه قول. زتونه الموضوع يعني. زتونه الموضوع. ركز بقى سعادتك. تمام. وبنسبه كبيره الخلاصه يعني تمديد لعقد امام عاشور، لان هو اصلا ده لسه معاه سنتين غير باقي السنه دي. يعني انت بتتكلم في 3 سنين مثلا، فثلاث سنين انت بتتكلم عايز ايه تاني؟ انت عايز تعدل عقدك من دلوقتي وانت فاضل فيه 3 سنين؟ يا عم الحاج ماشي 3 سنين زي الفل، نمدد لك عقدك بس مش دلوقتي. ما الطبيعي ان انت قبل ما العقد يخلص 6 شهور بنبتدي نتكلم. يا عم ماشي يعدل لك عقدك بما ان الدنيا رايحه كده وكده، بس الاهلي مش هيديله اكتر من 30 مليون عشان تبقى انت عارف. يعني الاهلي مش هيزود عن 30 مليون، ده حتى ولو حصل تعديل لعقد امام عاشور هيبقى في الصيف اساسا، مش هيبقى دلوقتي خالص. فالكلام اللي دلوقتي واللي ماشي اليومين دول ده ملوش اي لازمه. هو لو جاب عقد زي ما بيقولوا عرض رسمي ب 10 مليون دولار، الاهلي يقول له مع السلامه، بسيطه خالص. والجمهور هيقول له مع الف سلامه، عادي جدا. بالنسبه لجمهور الاهلي امام زيه زي غيره. يا سامي لا تعرف بارد من حامي. ما فيش حد مثلا بيبقى بالنسبه لجمهور الاهلي ليه قيمه اعلى من النادي، او مثلا بيتنطط على النادي او كلام زي كده. فهي المعروفه دي في جمهور الاهلي من زمان. تمام. نقطه الجيش الملكي المغربي. بص، هو بنسبه كبيره الاهلي مش هيشتكي جيش الملكي. طبعا دي مفاجاه غريبه. لا، هو مش مفاجاه ولا حاجه. هو الاهلي بعت للكاف 4 طلبات كده بتخص موضوع الفار وموضوع تأمين اللاعبين وموضوع فكرة نبذ التعصب وموضوع ان يبقى حكام نخبة. ال4 نقط دول حكام نخبة هم اللي يديروا المباريات بتاعة دوري الابطال، لان هي البطولة الاولى يعني مش هنجرب فيها حكام يعني. فهو الاهلي بعت للكاف الطلبات دي، ال4 طلبات دي، بعد بيان اعتذار الجيش الملكي المغربي. النادي الاهلي بدأ يفكر انه ما يشتكيش الجيش الملكي المغربي لسببين. السبب الاولاني، الاهلي علاقته كويسه جدا بالجماهير المغربيه وبالشعب المغربي الشقيق اللي احنا بنكن له كل تقدير واحترام. تمام. والنقطه الثانيه ودي مهمه برضو جدا، ان الجيش الملكي المغربي لو توقف له الجمهور ماتشين، فانت كده بتدي الكلام ده لصالح المنافس المباشر بتاعك اللي هو يانج افريكانز دلوقتي. فانت معناه انت بتسهل الموضوع ليانج افريكانز وشبيبه القبائل. اذا كده بقى لازم أن الواحد يستسغم ذكائه. ايه؟ يستسغم ذكائه. تمام. فهي النقطه دي مهمه جدا تبقى انت عارفها، ان انت لو قدمت شكوى هيتمنع الجمهور مثلا ماتشين. ما هيديله ايه اكتر من كده؟ ماتشين هيتمنع فيهم الجمهور. فانت بالتالي انت بتساعد يانج افريكانز وبتساعد مين؟ شبيبه القبائل ان هم ينافسوك. فانت كده مش من مصلحه الاهلي ان جمهور الجيش الملكي ما يحضرش الماتشين الجايين. دي تاني نقطه.
وبرضه بقى يعني احقاقا للحق عشان برضه نبقى ايه منصفين، هو اللي حصل طبعا مش مقبول من قله مندسه، وده الكلام اللي اتقال في المغرب يعني حتى من جميع الطوائف ومن جميع الناس المسؤولين في المغرب. الكلام اتقال ان دي ناس مندسه، وده لا يعبر عن جمهور جيش الملك المغربي او عن الجماهير المغربيه اصلا. وانا برضو عشان ابقى صريح معاك، يعني الشعب المغربي شعب شقيق بيننا وبينهم نسب، وهم اهالينا في الاول والاخر، ونصلي على النبي كده يعني الموضوع مش مستاهل اللي هو البروباجندا اللي حاصله ديت، فاهم؟ فاحنا في الاول والاخر احنا والمغاربه اخوات، ما فيش بينا غير كل خير. والله انا اعرف ناس متجوزين من المغرب كتير، والموضوع بقى دخل بقى في نسب واهل وكلام زي كده، فالموضوع بيننا وبينهم يعني ايه زي ما تقول بقى اهل، مش فكرة انه منافسة كورة او الكلام من ده، لا ده هي الموضوع في نسب وكلام زي كده، فاحنا اهل في الاول والاخر، والموضوع بسيط مش مستاهل ده كله. فنصلي على النبي كده ونهدى. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت يابا جامد يابا، انت جامد، انت جامد عشان جامد ما خدش لايكات وبركات، لايكات يابا.